مرحبا حبايبي، عساكم خير صحة وسلامة. اليوم سوينا لكم كوبة حلب بإضافة مكون جديد. إن شاء الله ورا ما تتابعون الفيديو راح تعرفون شنو هذا المكون وشنو انطاها نكهة وطعم كلش طيب. خلينا نروح نشوف المقادير والمواد الأساسية اللي خليناها لهذه الأكلة ولو هي مو غريبة عليكم. عندي هنا كوب تمن، تمن عادي أو تمن عنبر، شو تقدرون تحطون عادي، يعني أي نوع تمن يرهم لكوبة الحلب. ضفت لها حبة بوتيتا وحدة وخليت مي غطيناها مجرد فوقها إصبعتين وخليت لها كركم وملح. وراح أخلي المكون العجيب اللي هو القرفة أو الدارسين للمي تخلونه وتحطوها على نار هادئة. أهم شي هاي أحسن خطوة تخلونها على نار هادئة وتنتظروها تستوي لحد ما تخلص. هنا بديت أسوي الحشوة. مرينا بيها مرور سريع وخليت البصل وقلبتها. أول شي تخلون اللحم، بعدين البصل وكرفس ومعدنوس أخبط سوية، فلفل أسود وملح. ورا ما خلص التمن واستوى عندي ورا 3 ساعة على نار هادئة جدا، وهو بالجدر عجنته وصارت هذه النتيجة. راح أبدي هسه ألف قدامكم كم وحدة بهذه الطريقة. شوفوا العجينة ايش قد سلسة ما شاء الله، وهي حارة تقدرون تعجنوها بالخاشوقة على النار. تطفون النار وتبدون تدعكون العجين، راح تكون سهلة عليكم جدا. بهذه الطريقة تلفون الكبة، للي ما يعرفون يلفون الكبة، ولا أغلب العراقيات ما شاء الله شطار بلف الكبة. راح ألفها بهذه الطريقة، احنا نحب الكبة بهذا الشكل. هنا شوية سرعنا الفيديو بس مجرد عدنا لكم اياه، طريقة عمل الكبة او تشكيل الكبة العفو. تقدرون ورا ما تخلصون اللف مالتها تفرزوها وتستخدمون اللي تريدونه وبعدين تفرزونها. هنا كملت الحبات، طلعت ما شاء الله خير من الله بكوب تمن واحد. وهنا غلينا الزيت وراح ابدي اضيف وحده، ولحد ما اتاكد انه ترتفع درجة حرارة الزيت اكثر ابدي اضيف وحده ورا الاخ بيناتهم فترات، يعني مو رأسا اضيف كل الكبة سوية. وهذه النتيجة ما شاء الله. شوفوا الحباية ايش قد حلوة ومقسبة ولونها يجنن ما شاء الله. ما احكيكم على الطعم، اتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. طبعا أنا قليت كم وحدة، يعني مو هواية، مجرد على قد يعني تذوق فقط. وهنا سوينا 5 حبات فقط والباقي فرزناه. أتمنى نالت إعجابكم الوصفة، وضيفوا مكون القرفة. شوفوا طعمها ايش قد راح يصير طيب العجينة. أتمنى ما تنسون القناة من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واليوم حبيت أشارككم بهذه الوصفة اللي سويتها لبيتي. شكرا لكل المتابعين وكل التعليقات الحلوة والإيجابية، وأتمنى أرجع وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة هيل وقرنفل. مع ألف سلامة.